تعويد الحمام على المكان في موسم 2024. كل سنة وانتم طيبين حبايبنا غوات الحمام الزاجل، غوات الحمام بصفة عامة. تحياتنا لكل مشتركينا ومتابعينا في كل مكان. طبعا الناس كتير بتسأل على ازاي نعود الحمام على المكان، وازاي نخلي الحمام يروح ويرجع، يطير ويرجع لنا. طبعا السؤال ده جالي كتير، وفي ناس مبتدئين ما يعرفوش ازاي يكشفوا الحمام، ازاي يدشروا الحمام، الكلام ده كله. مع العلم ان انا عملت فيديوهات كتير عن الموضوع دوت على القناة بفضل الله، بتتكلم عن تعويد الحمام ودشار الحمام. بس هنلخص لكم دشار الحمام وتعويد الحمام، وازاي الحمام يروح ويرجع وما يضيعش مننا بفضل الله. احنا هنشتري طريحة زغاليل في عمر يكون صغير، لسه ما طارتش، عمر 30 يوم 35 يوم. هناخد الزغاليل دهيت هنحطها في سلاكة او في كشافة او على ظهر الغية من فوق، وقدام الغية برضه، وعلى السطح، على المكان اللي احنا هنطير وهنش منه. تمام. هنسيب الزغاليل براحتها في قلب الكشافة زي ما انا عملت في الفيديوهات اللي قبل كده. كنا بنحطهم في كشافة سلك مفتوحة من الاربع جناب، تمام، او الثلاث جناب، الجنب اليمين والشمال وامامي، تمام، 3 جناب، والجنب الرابع ده طبعا داخل الغية، تمام. فالحمام هتحطه في قلب الكشافة. ده بالنسبة لاخواتنا المبتدئين غوات الحمام. هتسيب الحمام براحته في قلب الكشافة لمدة 15 يوم. هتقول لي كتير؟ لا، هم مش كتير ولا حاجة، من 10 ل 15 يوم سيبهم براحته. في ناس بتسيبهم اسبوع، بس انت لسه طبعا مبتدئ، فاصبر على الحمام لحد ما يهدى وياخد على المكان. تمام. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا جماعة. ده بناء على طلب حبايبنا ومشتركينا. موسم 2024 موسم نش، موسم فرخ قوي بفضل الله. تعود الحمام ان يروح ويرجع ويطير ويجيلك، ومفيش حاجة هتضيع ان شاء الله. طبعا انت لما هتكشفه المدة اللي انا قلت عليها، هتسيب الحمام يطلع ويخرج براحته. تفتح باب التراب، تسيب الحمام يطلع ويخرج براحته. ما تنشش الحمام. الحمام مش هيطير اول ما هيطلع على السطح، هيطلع على الظهر بتاع الغية، الكلام ده كله، ينزل على الارضية بتاعة السطح. هتسيبه براحته، هو هيطلع ويقوم وينزل براحته، يقعد اسبوع، يقعد 10 ايام كمان، هو براحته. بعد كده هتلاقي الحمام بتاعك بدأ يجمع نفسه ويطير ويلف حوالين الغية بتاعتك وحوالين اللفت. ففي الحالة ديت انت مش هتفقد حمام. لو فزعت الحمام وكشيته، الحمام بتاعك هيضيع. اعمل زي ما انا قلت لك كده. موسم فرخ 2024 موسم نش قوي، تعويد الحمام ودشار الحمام وتكشيفه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.